تعالوا بقى نعمل مع بعض احلى ريزو في البيت خطير يا جماعه. مش هقول لكم ان هو زي الجاهز بالظبط، هو احلى منه بكتير. كفايه ان احنا متاكدين من الحاجات اللي احنا مستخدمينها. كمان بقى هعمل معاه احلى تشيكن ستريبس مقرمشه جدا وبتتبيله خطيره. انتوا مش متخيلين الوصفه دي هتعجبكم ازاي. تعالوا بقى نشوف هي قد ايه سهله وبسيطه، وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. هبدأ بتتبيلة الفراخ. معايا نص كوباية من اللبن الرايب، هحط عليها معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود وبودرة الثوم وبودرة البصل والبابريكا، وأهم مكون بقى معلقة صغيرة من مرقة الدجاج الفورية اللي هي بتبقى باودر كده، هتلاقوها بسهولة عند العطار أو في أي سوبر ماركت كبير. هي مهمة جدا عشان بتدي نفس الطعم بتاع بره بالظبط. لو مش متوفرة حطوا بدلها توابل فراخ، وكمان نص معلقة صغيرة من الشطة. كمية الشطة دي مش هتخليها سبايسي، هي بتديلها طعم بس لو انتوا عايزينها سبايسي اكتر يبقى زودوا كمية الشطة، ولو عايزين تستغنوا عنها خالص مفيش مشكلة. عندي بقى نص كيلو من صدور الفراخ متقطعه بالطول بالشكل ده، والسمك بتاعها ما بيبقاش رفيع قوي، يعني وسط، ولا سميك قوي قوي ولا رفيع قوي، علشان برضو ما تبقاش ناشفه منكم. هتقلبوها في التتبيله كويس جدا، والاحسن بقى ان احنا نغطي التتبيله دي ونسيبها في التلاجة على الاقل 4 ساعات، والاحسن طعم لازم تسيبوها لتاني يوم. انا بحب اسيبها لتاني يوم، باخد طعم قوي جدا. هنحضر بقى الريزو. اول حاجه نحضر صوص الريزو. نص كوبايه من الكاتشب، ربع كوبايه من الباربيكيو، معلقه كبيره من العسل الابيض، معلقه صغيره من الصويا صوص، ومعلقه صغيره من الخل الابيض، ربع معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود وبودره الثوم وبودره البصل والبابريكا، وممكن كمان تزودوا شطه لو حابين. هنقلبهم مع بعض كويس جدا، وكده بقى جاهز عندكم احلى صوص للريزو. وهنستخدمه كمان في الرز، مش قادره اقول لكم طعمه خطير ازاي. تعالوا بقى نجهز الرز. الرز هنحط معلقتين كبار من الزيت، عليهم معلقه كبيره من الزبده. اول ما يسيحوا كده ويسخنوا هنزل بمعلقه صغيره من السكر، هدوبها كويس جدا لحد ما لونها يبتدي يصفر كده وتتكرمل معايا. هنزل ببصله صغيره متقطعه صغير، هقلب البصل، مش عايزاه يغير لونه خالص، انا عايزه بس ريحته تطلع. اول ما ريحه البصل كده تطلع هنزل بمكعب مرق الدجاج، وهبتدي ان انا اقلبها كده كويس لحد ما تدوب خالص. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود والبابريكا والكركم والكاري، واقلبهم مع البصله كويس جدا. وبعد كده هنزل بقى بربع كوبايه من صوص الريزو اللي احنا لسه عاملينه مع بعض، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. وبكون مجهزه كوبايتين من الرز المصري، غسلاه كويس جدا ومصفياه من الميه. هنزل بقى بالرز على كل الحاجات دي واقلبه معاهم كويس قوي لحد ما الرز يتغلف ولونه كله كده يتغير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا نوع الرز اللي بستخدمه، كل كوبايه من الرز بتاخد كوبايه وربع من الميه السخنه. لو انتوا مش هتعرفوا تعايروا يبقى انتوا هتزودوا على الرز ميه سخنه يا دوبك تغطي الرز، ما تزودوش الميه قوي علشان ما يعجنش منكم. الرز ده سهل جدا يعجن لانه فيه صوص كمان، فممكن يعجنه بسهوله. هسيبه على نار عاليه، اول ما يبتدي يتشرب بغطيه واوطي النار خالص واسيبه بقى يستوي براحته. هجهز بقى الستريبس. عندي كوبايتين من الدقيق، هحط عليها 3 معالق كبار من النشا، واحط بقى كل التوابل اللي انا حطيتها على الفراخ في الاول. هحط معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من بودره الثوم وبودره البصل والبابريكا، وكمان مرقه الدجاج الفوريه، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. هجيب الفراخ بتاعتي، هبتدي ان انا احطها في الدقيق واضغط عليها كويس قوي علشان تتغلف كويس. بعد كده هشيل الفراخ من الدقيق واحطها في ميه ساقعه جدا، واعد 3 4 عدات بالظبط، وبعد كده ارجعها تاني على الدقيق واغلفها كويس قوي بالدقيق. همسكها وانفضها كويس قوي كده علشان تعمل عندي التعريجات اللي انتوا شايفينها دي، اللي هي بتخليها بقى مقرمشه وبنحب شكلها في الاخر. هناخدها ونحمرها في زيت غزير سخن، بس النار بتكون متوسطة، وبما انها صدور فراخ فمش هتاخد معاكم وقت خالص وهتستوي بسرعة. انتوا ما تحركوهاش خالص غير لما تتأكدوا انها خدت لون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما تاخد اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه، هبتدي بقى ان انا اطلعها على طول. والاحسن يا جماعة ما تطلعوهاش على مناديل، طلعوها على شبكة عشان تحتفظ بالقرمشة اللي انتوا هتسمعوها دلوقتي دي. وبس كده، وبكل سهولة بقى جاهز عندكم احلى تشيكن ستريبس. التتبيلة واصله لها كويس جدا، كانت مقرمشة قوي من بره وفي نفس الوقت طرية ومستوية جدا من جوه. شايفين بقى لونها من جوه عامل ازاي؟ خطيرة يا جماعة، مع اي صوص كان طعمها حلو جدا. وادي كمان الريزو بقى جاهز عندنا. المهم يا جماعة لما يستوي بتسيبوه يهدى خالص ويطلع كل البخار اللي فيه عشان ما يعجنش منكم، وبعد كده تغرفوه على طول في طبق. هنقطع بقى الفراخ قطع صغيرة كده، وهنبتدي ان احنا نحطها على الطبق من فوق، وننزل
عليها بقى باحلى صوص ريزو جهزناه مع بعض. وبس كده بقى جاهز عندكم احلى ريزو مع احلى تشيكن ستريبس وصوص الريزو الخطير. اوعدكم ان دي احلى مره هتاكلوا فيها الريزو مع التشيكن ستريبس. ولادي كانوا بيقولوا لي احنا حاسين يا ماما ان احنا في مطعم واحلى كمان. جربوه، انا واثقه جدا انكم هتحبوه.